هنا في تعمد، يعني لعيب سيراميكا ما عندوش اي فرصه يلعب الكره، لازم الحكم يديله انذار. هو اللاعب اللي كان عامل برضه تدخل بقوه في الكره اللي قبليها. الكره اول حاجه هنشوفها مع بعض، هنا خطا على لاعب سيراميكا، نشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم، وهنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا لعيب سيراميكا كان بيطلب بضربه جزاء، لما نشوف مع بعض كده هتلاقي الكره جايه بجسم لعيب النادي الاهلي مش جايه في اليد، وطبعا هنا مفيش ضربه جزاء وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا خطا على لاعب سيراميكا، نشوف مع بعض هتلاقي برضو في التحام بالقدم من لاعب سيراميكا على لعيب النادي الاهلي، وهنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا لعيب سيراميكا كان بيطلب بمخالفه، لما نشوف مع بعض كده هتلاقي اللاعب هو اللي بيستخدم اليد مع لعيب النادي الاهلي، وطبعا هنا بعديها لعيب النادي الاهلي برضه استخدم اليد، فطبعا هنا مفيش مخالفه لان الاثنين لعيبه بيستخدموا اليد، ولو هتحسب مخالفه هتبقى على لعيب سيراميكا لان هو اللي ابتدى باستخدام اليد، وهنا الحكم ما حسبش اي حاجه في اللعبه دي وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا خطا على لاعب سيراميكا، نشوف مع بعض هتلاقي في تدخل بقوه على قدم لعيب النادي الاهلي، هنا الحكم حسب المخالفه، بس لعبه زي دي لعيب سيراميكا ما لعبش على الكوره كان لازم يديله فيها انذار، لكن هنا الحكم حسب المخالفه بدون انذار. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا لمسه يد على لعيب سيراميكا، نشوف مع بعض هتلاقي الكوره جايه من قدم لعيب الاهلي راح على يد لعيب سيراميكا، هنا الحكم حسب المخالفه قرار صحيح من الحكم. اللعبه اللي بعديها على طول برضه لمسه يد على لعيب النادي الاهلي، الكوره جايه من قدم لعيب سيراميكا راح على يد لعيب النادي الاهلي، وبرضه الحكم حسب المخالفه. اللعبتين زي بعض بالظبط، والاثنين الحكم حسبهم مخالفتين. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا خطا على لاعب سيراميكا، نشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم مع قدم لعيب الاهلي، هنا برضه الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا خطا على لاعب سيراميكا، نشوف مع بعض هتلاقي فيه تدخل بقوه من لاعب سيراميكا على قدم لعيب النادي الاهلي، هنا في تعمد، يعني لعيب سيراميكا ما عندوش اي فرصه يلعب الكره، لازم الحكم يديله انذار. هو اللاعب اللي كان عامل برضه تدخل بقوه في الكره اللي قبليها، الكره ديت لازم يديله انذار لان هنا ما عندوش اي فرصه يلعب الكره، زي ما احنا شايفين مع بعض هنا التعمد ان هو يضرب لعيب النادي الاهلي واضح 100%، كان لازم الحكم يديله انذار في اللعبه دي، لكن الحكم حسب المخالفه بدون انذار، طبعا هنا قرار خطا من الحكم. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه النادي الاهلي وفريق سيراميكا.